اكلاتنا بسيطه ومكوناتنا بسيطه، هنعمل الاكلات اللي كلنا بنحبها وبنعشقها وبنجيبها من الشارع بس بمكونات بسيطه، هنعمل اكل الشارع بنظافه البيت. الله عليك، مستنيين الاكل اكيد. قولي لنا اليوم شو بدك تعملي؟ هنعمل النهارده شاورما سيخ، الشاورما السيخ اللي بنجيبها من الشارع بس هنعملها في البيت بمكونات بسيطه جدا جدا، موجوده في كل بيت مصري، فيعني حاجات بسيطه جدا ممكن نقول مكوناتها لو نبتدي تحب. بالمقادير. اوكي، احنا معانا فراخ البانيه، تمام، احنا معانا ربع فنجان خل، نص فنجان زيت، الاساسي بقى معانا البرتقان، عصير البرتقان ده اساسي جدا جدا في شاورما الفراخ، تمام، ومعانا ميه بصل، ومعانا صويا صوص ودبس رمان وليمون. طبعا البطاطايه دي هقول لكم هنعمل بيها ايه. طيب التوابل بتاعتنا عباره عن ايه؟ عباره عن حبهان مطحون، قرنفل مطحون، دول اساسيين جدا يا جماعه في طعم الشاورما الفراخ، بيدوها طعم رهيب جدا تحفه. معانا فلفل اسود وبهارات وكزبره و سوري اكيد بتنسي. لا انا بصي انا زهايمر خالص، انا زهايمر خالص. توم باودر وبصل باودر، تمام، كل الحاجات دي هتتحط كلها مع بعضها وهنحط فيها الفراخ، هننقعها بالظبط حوالي ساعتين. عايزين دي تنقعوها من بالليل مفيش مشكله، انقعوها من بالليل يعني على قد ما تقدروا، بس يعني اقل وقت بيبقى ساعتين. وهنحطها بقى، هنوريكم هنحطها ازاي في السيخ بتاعنا، السيخ المنزلي اللي ممكن يبقى في اي بيت، يعني عباره السيخ بتاعنا عباره عن بطاطايه يا جماعه. بتقولوا عليه بطاطايه ولا بطاطسايه؟ احنا بنقولها بطاطا. بطاطا. لا انتوا لا يا روبي تظبطي التظابيط واحنا نشوف اول مشكله عندنا. تمام، انا عايزاكي بس تشوفي المكونات بتاعه الرز، ما تحطيش اي مكونات. طب يلا المكونات ومعنا الدكتور. بصي احنا حطينا كل حاجه حبوب يا جماعه، حطينا الحبهان والقرنفل، وحطينا فلفل اسود برده حب، وحطينا كزبره برده حب، وقرفه عيدان بقى ولا حب؟ كله حب يعني حب. كله القرفه عيدان برده. والورق ريحه حلوه ازاي. الله. ايوه. الرز لو حطينا فيه حاجه بودر بيطفي اللون بتاعه، ما بيبقاش حلو. وبعدين اللون بتاع الرز ما بنحطش كركم ولا بنحط كاري، بنحط الوان رز، في حاجه اسمها لون رز عند العطار بنجيبه وبنحطه، لان الكاري والكركم والحاجات دي بتدي طعم مش حلو وبتدي لون حتى للرز مش حلو خالص. ونوع الرز كمان بيفرق قوي. شو الوان يعني الرز بيقولوا له من عند العطار؟ بصي ده لون اسمه ده اسمه كمينه، تمام، بيتجاب من لونه تحفه. هيك ده بصي ده لون بيدي للرز لون حلو قوي. روبي ده اللي بيعمل الرز لون ولون. اللون ولون، لو انت عايزه اللون ولون بتجيبي لونين مختلفين، مثلا بتجيبي الاورنج وبتجيبي الاحمر، تمام، بس خدي بالك بنخلطوا معنا. لا بس الاحمر ممكن بعد ما نخلص الرز ونعمله بنحط نقطه واحده بس من الاحمر في نص الرز، عشان خاطر لو حطيتي الاحمر هيدي يعني الرز كله لون احمر. لو عندنا واحده كده بتطبخ في البيت كل يوم، والراجل بيجي من الشغل يلاقي مراته عامله اكل حلو وولاده البيت مرتب، وولاده ايوه عامله له رزايه ورزايه، ده يعني يتخانق معاها برضه يقول لها لا الراجل المصري هيتبسط بيموت في الاكل. شو يا روبي شو عم تعملي؟ مش انا قلت لك هبهرك؟ واو ما شاء الله. احنا عملنا دي بطاطايه اللي تحت اهي. لا دي سرها باتع. تمام. اوكي، حطينا فيها الحاجه دي. بصي لو ما عندكوش اي حاجه ستانلس هتحطوها في البطاطايه، هتحطوا شيش طاووق، عصيان شيش طاووق، وهترصصوا بقى ايه البانيه فوق بعضه بالشكل دوت. ولو في بقى يعني ايه التكه الحلوه بتاعتنا، لو في عندك دهن لي اي حاجه من الحاجات الحلوه الدسمه دي ممكن نحطها من فوق، تدي برضو ايه حاجه جوسي كده تبقى للفراخ. تمام. ما بده روبي شيء يكون كتير يعني فيه دهن وهيك بيقدر ما يحطها، ما بتطلع ناشفه يعني؟ لا خلاص، احنا حاطين فيها زيت، تمام، عشان عارفه ان الفراخ ما فيهاش دهون، فاحنا حاطين في المكونات زيت. فالخلطه دي احنا طبعا حاطيناها كلها على الفراخ من فوق، والبطاطس اللي فضل طبعا مش هنرميه، قطعناه وحطيناه حواليها، تمام. وطبعا الصوص اللي احنا صبيناه فوقيها البطاطس بقى، يعني احنا كده هنعمل اكلتين في اكله واحده. احنا هنعمل الشاورما، تمام، والبطاطس اللي حواليها دي برده هتتاكل، وهنعمل طبعا الرز البسمتي بتاع المحلات اللي هو اللي الناس كلها بتحتار فيه. هنعمل التكه بتاعته
بتاعته بالظبط، تقول لكم إيه بيطلع ازاي مظبوط. تمام. انا قولي لي الله يخليك. لا هقول لك على، خدي بالك هو نوع الرز كمان يعني اساسي، اساسي في الرز. تمام. والطريقه نفسها ان احنا ما نحطش اي توابل بودر، احنا التوابل بتاعه الرز كلها لازم تكون حبوب يا جماعه. روبي شو بتستعملي، صدر ولا بالنسبه للبانيه لا، البانيه صدور فراخ يعني صدور. الوراك دي بتتعمل بقى الشيش والحاجات دي. شوقتيني ادوقها يا شكلها جوعني انا شخصيا. لا ولسه لما نخرج من الفرن عشان اجي ادوقها. بجد يعني انا هعمل لكم فتة شاورما النهارده يعني. يا جماعه الفريق العمل يعني هياكلوا ايام بدنا لا ما تقلقوش هتاكلوا. 3 ايام صايمين. اوكي كمان ندوق ان شاء الله. وبعد كده بقى هنعمل الرز يعني ندخلها الفرن بقى ونبتدي في الرز ان شاء الله. خلينا نحن نطلع فاصل مشاهدينا، بس قبل ما نطلع فاصل بدي احب انه انا انبي توميه. تمام. بسم الله عليكي. برافو. وده العيش المحمص بتاع الفته، بس الرز أوي. لسه على النار بيستوي. سوري سوري. ما هو المطبخ السوري رقم 1 يا مستر. اوكي روبي خلينا نكمل سريعا. اوكي. حتنتهي الحلقه. بدنا نشوف بس الاكل كيف على الشاشه. تمام. الشاورما شكلها حلو قوي. لا انا جوعت خلاص يا انت جماعه. هلا بدك تقولي لي انه هيدا معمول ببطاطا عن جد؟ ولا دي ده بصي ده بطاطس. لا انا كنت بحاجه اني اوقف صراحه. احنا هنقطع وناكل بنفسنا ونشوف بعد كده. احنا اصلا هنقفل الحلقه وندخل على المطبخ كلنا. بصوا اهو ده الشاورما اهي بتاعتنا. ليكي انا شايفه على الشاشه وهي عم تتقطع. ده سيخ الشاورما اهو. ما شاء الله. الريحه هتمنع. الريحه احنا كلنا جوعنا مش عارفين نتكلم. بصوا دي شاورما عن جد. ميرسي يا روبي، يعطيكي الف عافيه. اليوم عن جد الريحه شيء بجنن يا جماعه. انتم مش شامين، لازم تجوا عشان تشموا الروائح. احنا حظنا حلو عشان هناكل.